تقديري يجب أن نميز بين شيئين. أولا، ما حصل يوم 7 أكتوبر كان انتصارا وإنجازا وانتهى الانتصار في يومها. ما حصل حققنا توازن استراتيجي مع الكيان الصهيوني لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني. نصل إلى عمق هذا الكيان ونضربه في مقتل كما يقال، ونتحدى الإدارة الأمريكية التي ترعاه. ما حصل منذ 7 أكتوبر إلى اليوم هو استمرار للصراع العربي الصهيوني وحرب واستنزاف سجلنا فيها بعض النقاط. تلقينا أيضا ضربات موجعة باستهداف قيادات ورموز للمقاومة سواء الفلسطينية أو اللبنانية أو حتى في دول أخرى. لكن هذا الثبات وعودة المقاومة وهج المقاومة بهذا الشكل، واليوم مثلا عندما نسجل عمليات نوعية فهذا يؤشر أولا إلى أن أهداف الكيان الصهيوني لم تتحقق إلى حد الآن. هو رسم لنفسه أهداف تدمير حركة حماس وحزب الله وغيره من المنظمات المقاومة، لكن اليوم يأتي الرد وهناك منجز في المقابل. هناك وهن داخل هذا الكيان هناك أزمة داخلية عميقة، هناك أيضا أزمة في الإدارة الأمريكية، والعالم لاحظ بوضوح كيف أن الموضوع الفلسطيني وعودة الحديث عن الحق الفلسطيني كان مؤثرا في انتخابات عديد الدول الغربية. في فرنسا مثلا كانت فلسطين حاضرة، واليوم أعتقد أن الانتخابات الأمريكية الشهر القادم سيكون الموضوع الفلسطيني والحق الفلسطيني محددا في مآل هذه الانتخابات. بعد عام من طوفان الأقصى المقاومة ما زالت صامدة. المقاومة قاعدة تبدع في مواجهة الكيان الصهيوني. اليوم اللي في أزمة هو الكيان الصهيوني المجرم وكذلك داعميه، وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الاستعمارية الغربية، وكذلك أنظمة العمالة والخيانة والتطبيع في الوطن العربي. اليوم المقاومة مستمرة رغم الدمار ورغم حرب الإبادة مستمرة، كذلك الحرب مستمرة في لبنان، المقاومة مستمرة في لبنان، المقاومة مستمرة في اليمن، المقاومة مستمرة في العراق. وأعتقد أنه اليوم لازم نتوجه نحن لرواحنا بقية الشعوب العربية اللي يلزمها تتحرك، على الأقل تتحرك سياسيا من أجل تجريم التطبيع ومن أجل تقديم السند المادي والمعنوي والسياسي لهذه المقاومة، تجريم التطبيع، الضغط على أنظمة الحكم باش يطردوا السفراء نتاع الكيان الصهيوني وين ثم تطبيع، وكذلك لما لا طرد سفراء الولايات المتحدة الأمريكية التي تشارك بشكل مباشر في الجريمة. المسؤولية بتاعتك.